ينفعش ابدا تدخل شهر رمضان الا لما تاخد بالك كويس قوي من ال10 حاجات دول. وانت صايم ما تتكلمش كتير، ما تهزرش كتير، ما تتنرفزش ولا تتعصب كتير. طب ليه؟ لان في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال فان كان صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب. تاني حاجه، لو في حد حاول ان هو يضايقك او ينرفزك عشان يخرجك عن شعورك، اوعى ترد عليه، قول له اللهم اني صائم. رمضان مش بس من الفجر لغايه المغرب، لا، رمضان 30 يوم ليل ونهار. عشان بس ما تحاولش انك انت تتزاكى وتضحك على ربنا انك انت لو عاوز تعمل ذنب او عاوز تعمل حاجه حرام فما تعملهاش وانت صايم الصبح، لا، تستنى لما تفطر عشان تعملها وانت فاطر. كل الناس ممكن تصلي، تصوم، تقرا قران، كمان تصلي قيام الليل، بس كتير من الناس ما يعرفوش ان سبب من اسباب ربنا سبحانه وتعالى خلى لينا شهر رمضان علشان التقوى، يعني علشان ان احنا نتقي ربنا وعلشان ان احنا نخاف ربنا. علشان كده ركز في رمضان ان لو في ذنب او حاجه حرام متعود انك انت تعمله بطل الذنب ده. ركز ان قلبك يتعدل وان سلوكياتك الوحشه اللي انت بتعملها تتعدل للاحسن. ركز ان العبادات والاعمال الصالحه اللي هتعملها في رمضان ان هي تغير معاملاتك للاحسن. ركز في رمضان ان رمضان ده يخليك انك انت تكون احسن نسخه من نفسك وانك انت تغير حاجات كتير قوي في شخصيتك للاحسن. سيدنا محمد بيفكرك صلى الله عليه وسلم، بيفكرك وانت صايم وبيقولك للصائم دعوة لا ترد. فجهز دعوتك من دلوقتي اللي نفسك ان ربنا سبحانه وتعالى يعملها لك عشان تدعي بيها وانت صايم وفي رمضان. هات سبحة الكترونية او سبحة عادية وخليها في جيبك او في شنطتك طول يومك في رمضان، وحط ليك هدف انك انت كل يوم في رمضان هتذكر ربنا بعدد مرات معين لاي ذكر قريب لقلبك، زي مثلا انك انت تستغفر ربنا او انك انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم او اي ذكر انت تحبه. التراويح في حديث قدسي ربنا سبحانه وتعالى قاله هيشجعك جامد قوي انك انت تصلي التراويح. ربنا بيقول في حديث القدسي ان هو بيحب قوي 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 العبد اللي هو بيتقرب ليه بالنوافل، وصلاة التراويح دي من النوافل، فربنا سبحانه وتعالى هيحبك قوي قوي والله العظيم لو صليت التراويح. فحاول انك انت تصلي التراويح على قد ما تقدر. اقرأ قرآن في رمضان، والله العظيم قرايتك للقرآن في رمضان بالذات مختلفة عن قرايتك في اي وقت تاني. سبحان الله، قرايتك في القرآن اللي في رمضان هتغير تماما من شخصيتك للافضل والاحسن. ده غير كمان ان الحسنات بتكون مضاعفه اكتر، يعني انك انت عارف ان الحسنه ب10 امثالها، وانت عارف كمان ان كل حرف انت بتقراه في القران بتاخد عليه 10 حسنات. لا، ده انت بقى حسناتك هتتضاعف اكتر من 10 لما تقرا قران في رمضان. فشوف بقى انت كل حرف بتاخد عليه حسنات كتيره جدا جدا. فاختم وحاول انك انت تختم القران في شهر رمضان. كل عام وانت بخير وبصحه بسلامه. اوعى تنسى انك انت تمسي على صاحبك في الفيديو ده وقول له كل سنه وانت طيب. وزي ما انت عارف طبعا انا عموره اللايف كوتش بتاعك.